القرآن الكريم لما اتكلم عن الإسراف اتكلم بصيغة النهي. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لماذا؟ الأمر له علة وله سبب، إنه لا يحب المسرفين. بين لي سبب ديني وسبب دنيوي. سبب أن الله عز وجل لا يحب من يسرف، وقال إنه لا يحب المسرفين. والإسراف مصطلح كبير جدا هعرفه لسه كنت هقول لحضرتك وضح المعنى. حاضر. وقال لي آية تانية، قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى بيقول لي إذا أردت أن تكون من عباد الرحمن اللي ربنا سبحانه وتعالى هيدخلهم أعلى الجنان، احذر من الإسراف. طب العلة الثالثة بيقول لك علشان ما تتحسرش ولا تندم في وقت لا ينفع فيه الندم. قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يبقى كأن القرآن الكريم حدد لي السبب في النهي عن الإسراف 3 أسباب. السبب الأول إن ربنا ما بيحبش المسرفين، فده أول حاجة. أنت تريد إنك تكون من الناس اللي ما بيحبهمش ربنا، ولا تريد إن ربنا يحبك؟ طبعا عايز ربنا يحبك، كن معتدلا، كن متوازنا بالراحة وعلى مهلك في كل أمورك، لا تسرف ولا تبذر في كل شيء. طب تعرف المسرف من غير المسرف إزاي؟ المسرف يا هانم هو الذي يتجاوز الحد، بس خلصت. الإسراف هو تجاوز الحد غير التبذير، لأنه الإسراف هو تجاوز الحد فيما أحله الله. فالإنسان إذا تجاوز الحد في الطعام هو مسرف، إذا تجاوز الحد في الشراب هو مسرف، إذا تجاوز الحد في النوم هو مسرف، إذا تجاوز الحد في الكراهية هو مسرف، إذا تجاوز الحد في الكلام هو مسرف. ده ربنا سمى اللي بياكل اللقمة الزيادة طاغية. قال الله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا. يبقى ربط الأكل والشرب بعدم الطغيان. فالإنسان مطلوب منه أن يكون معتدلا، أن يكون متوازنا في الأخذ، في العطاء، في الحب، في الكره، في الرضا، في الغضب، في الأكل، في الشرب، في النوم، في الاستيقاظ، في الراحة، في العمل. اوعى الإسراف في كل شيء. اهدى الله يرضيك. حتى في الحب نفسه. الكلمة المشهورة عن سيدنا علي بن أبي طالب، وقيل بعض العلماء مرفوعة إلى النبي. يبقى هي الكلمة اللي هقولها دي هي مشهورة جدا، موقوفة على سيدنا علي، يعني هي من كلام سيدنا علي. بعض الناس رفعوها لسيدنا النبي. طب إيه؟ أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. يعني بلاش لشوشتك، لأنه ممكن يجي وقت من الأوقات يبقى ده عدو ليك. سبحانك يا رب. يبقى عارف كل وسائل ضررك، فاهدى كده وبالراحة. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك ما تقفلش الباب، يمكن تحتاجه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.